نهاركم سعيد. أنا محي الدين غريب، مهندس وكاتب عايش في مصري عايش في الدنمارك. ده الجزء الثاني من نظام إدارة صيانة الكباري. الجزء الأولاني كان في سنة 2024، وكان بيتكلم عن النظرية والتطبيق العملي للنظام. وفي في الجزء الأولاني اتكلمنا عن 4 وحدات. الوحدة الأولانية اللي هي وحدة جرد السجلات، والوحدة الثانية اللي هي الفحص المبدئي أو الروتيني وتقييم العناصر. والوحدة الثالثة كانت اللي هي تقييم أجزاء المنشأ ووضع أولويات وحساب الميزانية بتاعة كل كوبري. الوحدة الرابعة كانت عن الفحص الخاص. ووصلنا للنتيجة إنه كان في برنامج قدر يقسم الكباري الموجودة وحالتها الكباري والأنفاق، ولقى إنه 43% من الكباري اللي قمنا بالبحث عنها، يعني ما فيهاش ضرر أو فيها ضرر محدود وحالتها طبيعية. و36% اللي هي الأخضر دي كانت حالتها مقبولة وفي تهالك ولكنه بسيط يعني. وفي 16% من الكباري والأنفاق حالتها ضارة ولكن الضرر محدود. وبعدين في 4% دي في حالة خطرة وفيها ضرر كامل يعني. وطبعا لازم يعني تتعرض اللي هو الفحص الخاص يعني. وفي 1% من الكباري دون في حالة انهيار، وفي الحالة دي طبعا لازم السكة بتتقفل وما ينفعش يعني يعدي عليها أي أحمال يعني. ده بالنسبة للجزء الأولاني. الجزء الثاني هتكلم عن جزء منه، هتكلم عن البروتوتايب بتاع نفس المشروع دون. افتحه اللي هو دون. ودون عبارة عن التطبيق اللي هو هنستخدمه في اليوم كل يوم يعني. ودون عبارة عن مشروع مصغر، يعني ممكن حد يكبره ويضيف أفكار عليه يعني. ومعمول على أساس السوفت وير بتاع مايكروسوفت أكسس. وطبعا في أنواع تانية ممكن يتعمل بيها زي اس كيو ال وزي اوراكل وساب، يعني في عدد من هنا هون في دي عبارة عن قاعدة بيانات. في أول حاجة بيدي بيانات عن المعلومات الإدارية. وبيدي فلو في عاوز تعرف عن يعني كوبري بتكتب رقم الكوبري بيجي لك البيانات بتاعت الكوبري. وهنا هو البيانات الفنية، وهنا المواد المستخدمة في الكوبري، وهنا هو الأحمال اللي بيتعرض لها الكوبري. في الجزء الثاني في لو إن في كوبري يعني جديد عاوزين ننشئ كوبري جديد، فبنملى هنا هو البيانات دي. أو إذا كان لاين جديد أو ترافيك أو في إليمنت جديد بنضيفه برضو هنا هو. ده كان على أساس كان معمول كبروتوتايب لمصر. وزي ما اتكلمنا في الجزء الأولاني، بفرض إن هنقسم مصر إلى 4 مناطق، وكل منطقة فيها عدد من الخطوط،
وكل خط عليه عدد من التراكس اللي هو التفريعة يعني، وكل تراك عليها عدد من الكباري. ده كان لما نرجع هنا هون فهنلاقي هنا في مثلا عشان نسجل التسجيل، يعني الدون بيدي معلومات، وهنا بقى نسجل لما يكون عاوزين نسجل ال- المعلومات الإدارية أو المعلومات الفنية أو الماتيريال أو الأحمال. هنا هو ده وحدة علشان نسجل فيها الفحص الروتيني، تسجل بالتفاصيل كله. طبعا زي ما قلنا برضو في الجزء الأولاني إن في مانيوال دقيق جدا عشان الواحد يتبعه. وهو لما يكون في الفحص الخاص برضو بنملاها في السكيمة دي. وهنا هو لما عاوزين نقيم الأجزاء الكوبري، هنا هو برضو ده وحدة بنقيم فيها. هنا هو دي بنعمل الميزانية. لو إن إحنا عاوزين نعرف حاجة عن ميزانية الكوبري اللي هي لمدة السنة اللي موجودين فيها، أو في المستقبل 5 سنين هيحصل إيه. دون هنا هو في الأولويات، الرانكينج اللي هي حساب الأولويات بتاعت الأجزاء الكوبري بتجاب من هنا اهو. ونرجع تاني للصفحة وده الرانكينج وحسابات الأولويات وهكذا. هنا هو لما يكون في أحمال خاصة متعدي على الكوبري برضو دون مكان نقدر نعمل عليه تيست للأحمال المختلفة اللي مش اللي بتاعت كل يوم يعني. هنا هو لما نحب نحسب التصليحات وبتكلف كام والإضافات بتاعت كل حاجة، هنا هو ده الجزء بتاع التقارير. يعني عدد كبير من التقارير بتقدر تعرفها، وبتعرف عن ترتيب الأولويات في كل خط نقدر نعرفها. وهنا هو في الآخر في اللي لما بنعمل باك اب للسيستم نفسه، برضو هنا هو في يعني إرشادات مهمة جدا. دون ملخص سريع للفكرة لو إن احنا عملنا برنامج جديد لمصر. وأنا هحط رابط الجزء الأولاني، هحط رابط تحت الفيديو بتاع الجزء الثاني ده. وزي ما قلت قبل كده برضو إن لو في أي استشارة خصوصا لو حاجة لمصر فأنا أقدر أساعد دايما فيه. في الجزء الأخراني هنتكلم عن النظام اللي كان موجود في الدنمارك لسنوات طويلة. والنظام دون استمر لغاية سنة 2005، واتصدر زي ما قلت برضو في الجزء الأول، اتصدر لعدد كبير من البلاد. وهنا هو ده معمول طبعا بالدنماركي. وعشان أوضح أكتر ممكن نفتح حاجة هنا هو تبين أكتر دي الدنمارك، ومتقسمة لكذا منطقة، وكل منطقة فيها لاين، وكل لاين فيه عدد من التراكس، وكل تراكس عليه عدد من الكباري. لو أخذنا مثلا هنا هو ده الخط اللاين أو الخط نمرة 223، هو هنا بيكتب تفاصيل بقى موقعه فين، هل هو في
الشرق ولا في الغرب ولا فين، واسم الأقرب بلد ليه، واسم الخط نفسه إيه. هنا هو كمان بيقول أهمية الخط دون في المنطقة نفسها، وبيديله رقم للكلاس لأهميته، والعدد الكيلومترات الخط دون من كيلومتر كذا لكيلومتر كذا، وعدد إيه الكباري. مثلا في الخط ده فيه 6 كباري مثلا. مثلا دون خط تاني برضو بيكتب تفاصيل كلها، والخط ده عليه 42 كوبري، وهكذا. نرجع للنظام نفسه بقى، اللي هو اللي كان اسمه دام برو. وزي ما قلنا الدنمارك كانت مقسمة لعدد. لما نروح هنلاقي إنه ده بداية المنيو الرئيسي، اللي هي القائمة الرئيسية، وتحت القائمة دي في 68 قائمة تانية. فمثلا هنا هو ده بنقدر زي على نفس الطريقة بتاعت البروتوتايب اللي قلت عليه. ده هو بيتكلم عن بيدي انفورميشن. الانفورميشن دي ممكن تبقى انفورميشن إدارية، أو بتبقى انفورميشن لها علاقة بالجيومتري وبالوظيفة الكوبري، أو بالماتيريال نفسها، أو التحميل عليها، وهكذا. لما نرجع للأساسي، يعني المهم ده فده، وهنا التسجيل، وهنا هو تسجيل كل كوبري أو نفق، وهنا هو تسجيل الفحص الروتيني، تسجل بالتفاصيل بتاعته هنا هو. وهنا هو ازاي ندير الفحص الروتيني، مكتوب هنا تفاصيل. دون هنا هو بيتكلم عن الأولويات. فهنا هو بيقول إذا كانت الأولويات دي مستعجلة جدا، يعني في حالة لازم، فهنا هو مقسمة، أو إذا كان حاجة ممكن نستنيها. وهنا هو الحسابات اللي ورا الترتيب الأولويات دون بتفاصيل كتيرة. لما نرجع هنا تاني، هنا هو واحدة خاصة بالميزانية بتاعت كل الكوبري، كل خط، كل منطقة بالتفاصيل. هنا هو دون تقارير، بيكتب عن التقارير بتاعت، لو عاوزين تقارير عن كل كوبري. هنا هو مثلا بيتكلم عن في لستة بتاعت المستشارين اللي بتتعاون مع الهيئة مثلا. هنا هو في الهيئات التانية اللي بنتعاون معاها، وهكذا. طبعا البرنامج كبير ومعقد، بس زي ما قلت هو بالدنماركي، فمش هنقدر نتكلم فيه كتير. إنما هو زي ما قلت يشمل قوائم مختلفة. هنا هو مثلا ده المانيوال بتاع بالتفاصيل عن المعلومات، عن المعلومات الإدارية، وعن التسجيل، وهنا هو عن التقارير، وهنا عن الدياجرام، بيدي كل أهمية. الدياجرامات بتستخدم طبعا لحاجات كتيرة. ولو رجعنا، ده المنيو الرئيسي. وزي ما قلت إن هو استخدم لغاية سنة 2005،
ولسنين طويل من أيام التسعينات، وتصدر لعدد كبير من الدول. وبعد 2005 كان في ده كان خاص بكباري السكة الحديد، كباري وأنفاق السكة الحديد. وكان في هيئة تانية اللي هي بتاعة الطرق، كباري الطرق بس، يعني اللي هي بتاعة العربيات يعني. ولكن بعد 2005 اتفقوا إنهم هيكون في برنامج موحد للاتنين، والبرنامج ده بيستخدمه كل يوم أكتر من 3500 موظف طول الوقت للاستعانة يعني بيه. دون علوم، ده ملخص زي ما قلت. أنا هحط الجزء الأولاني اللي هو اللينك بتاع الجزء الأولاني، بحيث لو حد عاوز يستعين بيه. آه، أخيرا أشكر المتابعة، وإلى لقاء قريب في أجزاء أخرى من نظام إدارة صيانة الكباري، وشكرا.